مساء الخير، تحية لكم أينما كنتم. إطلالة جديدة بطعم رياضي شوية. شحال هذه ما هدرنا في الرياضة، ولكن للأسف الرياضة ترتبط بالسياسة، لأننا لسنا نحن من نريد، ولكن شر البلية ما يضحك. كلكم ربما استمعتوا في الآونة الأخيرة للصفقة التي أبرمها نادي الوداد مع جمال بالعامري، لاعب المنتخب الجزائري، مجموعة من الأندية الجزائرية، حسين داي ومجموعة من الفرق الكبيرة في الجزائر، ولكن أيضا فرق خليجية وتجربة احترافية في فرنسا. وبالعامري يعني لديه قصة بعودته للتوهج، مش كنت شاهد عليها ولكن كنت متابع لها. أبعد من المنتخب الوطني، ولكن في وقت من الأوقات وثق فيه جمال بالماضي وأعاده من الباب الكبير، وكانت عودة بالعامري يعني فالخير على المنتخب الجزائري الذي توج بكأس الأمم الأفريقية 2019. منذ ذلك الحين عاد هذا الشاب للتوهج وخوى كبير شوية، ولكن على الأقل اعتقل كارير ديالو وعنده قصة إنسانية أخرى يعني يطول شرحها، ولكن مش هذا موضوعنا. الوداد أوفى بالتزاماته مع اللاعب مع وكيله، على ما يبدو كان هنا تعاقد شفوي ثم رسمي ثم مجيء اللاعب حتى الرحال في الدار البيضاء. تم التوصل لاتفاق على كل ما يتعلق بالعقد الذي قيل ربما لنهاية الموسم. قيمة المالية يقال 200 مليون سنتيم. ومن ثم رحل اللاعب صوب معسكر الوداد الإعدادي في مركز محمد السادس بالمعمورة، وهذا ما كان. كل الأمور كانت توحي بأنه سيتدرب، سيخوض مع الوداد الموندياليتو، ولكن المفاجأة غير السارة كانت برحيله صوب الجزائر. لماذا رحل؟ ما هي الأسباب والمسببات؟ هل لها علاقة بالرياضة؟ هل لها علاقة بمثلا أن الوداد غير من محور اتفاقه أو البنود التي تم الاتفاق عليها؟ نبدأها خطوة بخطوة. الخطوة الأولى نستمع إلى ما قال سعيد الناصري رئيس نادي الوداد في تصريح الزملاء في اسبريس حول قضية بالعامري وهروبه من المعسكر. ماذا قدم الوداد وكيف كانت الحكاية بفصولها الأولى، ومن ثم نعود لنتعرف على رأي آخر يأتينا هذه المرة من الجزائر. طردنا على اكثر اللغط، اكثر الحديث بزاف على اللاعب جمال بالعامري، لاعب جزائري اللي جا ومشى. الا كان شي توضيح للجماهير باش ما نبقاش شيء عادي. حنا حنا ما يمكنش نرغموا على اي واحد يلعب معنا. سي جمال بالعامري هو اللي جا، حنا طلبنا منه عن وفرة لاجون ديالو، جا ووقع معنا عقد سليم، اتفقنا معه على جميع بنود العقد، الى انه هو اكد لي بهذا الصباح ان عنده مشاكل في الوطن ديالو وبغى يمشي تما يحاول يسويها. حنا اهلا وسهلا به لانه موقع عقد. حنا راه ما وقعنا مع عقد الا حنا طامحين انه يقوم بالمساعده ديال اللاعبين اللي معاه، وسيرتو في هذه المباراه الدوليه اللي غادي تكون تنظم ان شاء الله في بلادنا بمدينه الرباط يوم 4 في الشهر. كاين اللي قال انه ربما سي سعيد ما استقبلوش، ما جلسش معاه، ما عطاش فلوس. اول واحد جا دابا ما كنفهمش انا اي لاعب جا المغرب السلام عليكم خصني نعطيه الفلوس في الدار ولا جا؟ ما كنفهمش هذه المساله هذه اللي كتبدا تداول. سعيد ما عطاش فلوس، وهذا باقي كاع ما حط رجليه في الكره، شنو نعطيه الفلوس ديالاش؟ كيسالهم ليا راه جا انا وياه كيربطنا عقد. هذاك العقد البنود ديالو كيشكلوا الطريقه باش غياخذ فلوس، راه غياخذ بوسيله البنك. واش غادي يجي عندي شي واحد اللي لقيت معاه السلام عليكم هذه الورقه ونقول لك الفلوس؟ راه فلوس، راه امانه ديال الفريق ديال النادي. إذن هذا ما حدث بالنسبة لرئيس نادي الوداد سعيد الناصري. بالعامري مش اللاعب الأول الذي يتعاقد معه الوداد، حسين بن عياد الجزائري هو الآخر، متألق نجم قل ما تشاء، وتم التعاقد معه. الأمور كانت على خير ما يرام. لكن ماذا حدث بالتحديد مع بالعامري الدولي الجزائري؟ ما حدث معه حسب ما يقول المعارض الجزائري هشام عبود أن النظام لم يعجبه فكرة رحيل لاعب جزائري في هذا التوقيت للعب في الدوري المغربي. وأنا قلت لكم مرارا وتكرارا، ويا رب أن تكون الرسالة وصلت، قلت لكم أن الحرب على ساحات متعددة مع المملكة المغربية. صحيح والحمد لله وهذا ما نرجوه، لا توجد مواجهة بالسلاح على الحدود ولا في منطقة ما، مواجهة عسكرية أتحدث،
ولكن الحرب ليست بالضرورة أن تكون حرب تقليدية عسكرية. الحرب قد تكون إعلامية وهي حادثة الآن. الحرب قد تكون سياسية دبلوماسية وتحدث الآن. تتذكرون ماذا حدث مع كينيا التي سحب رئيسها المنتخب اعترافه بالصحراء الغربية وأكد أن الصحراء مغربية، وانقلبت الأمور بين عشية وضحاها. تتذكرون القمة العربية، لن تنسوا ولم تنسوا الشام، كأس الأمم الأفريقي اللاعبين المحليين. أمور كثيرة جدا هي مسارح لهذه المعركة الممتدة والمتواصلة، والتي أظن بأنها لن تنتهي قريبا. لن تنتهي قريبا لأن ذلك النظام يعيش على نشوة أسعار البترول والغاز. ما علينا. ما يقال أنه تم استدعائه من طرف المخابرات، الجنرالات كلهم يصبون في ذات الإناء، يعني مؤسسات عسكرية هي التي تحكم هناك، واستدعوه من أجل ماذا؟ الخدمة العسكرية، يعني ما يسمى بالتجنيد الإجباري. نستمع لرأي المعارض الجزائري هشام عبود والذي تحدث في هذا الإطار. في الليل يرفد طيارة ويروح يغادر المغرب. يغادر المغرب طبعا باتجاه الجزائر. وعلاش غادر المغرب؟ واش اللي خلاه يغادر المغرب؟ هاوليك اللاعب لعب في فرنسا، لعب في قطر، جا المغرب. جامي يجبدوا له موضوع الخدمه الوطنيه، الخدمه العسكريه جا يجبدوه له. هذا الاختيار قال لك جبدوه له، العسكر عيطوا له كونفوكاسيون، قال لك لازم تدخل دير سيرفيس ميليتير سينو راك انسومي وما عادش تقدر تدخل الجزائر. هذا تصرف تاع ناس يعني عراة حفاة عراية تاع الصاح. وين صارت هذه؟ لاعب يلعب في الخارج ويبعثوا له فجأة يقولوا لازمك تدخل باش دير سيرفيس ناسيونال. شي جديد، ما صابوش باش يمنعوه من اللعب، يقولوا تجي تدخل دير السيرفيس ناسيونال. واش ما درتوهاش المحرز، ما درتوهاش اللاعبين الاخرين بالناصر، قلتوا روحوا ديروا السيرفيس ناسيونال تاعكم. وكاين بزاف لاعبين عم يلعبوا جزائريين يلعبوا في المغرب. الرجاء البيضاوي عنده 5 لاعبين. إذا نكتفي بهذا القدر.